الفيلم ديالنا كيبدا في القطب الشمالي وكيكون واحد السيد دايز من تما لاحظ شي حاجه اللي غريبه وهو يشوف بزاف ديال القروده مجمدين كانوا بحال باغيين يتحركوا ولكن ما قادرينش بسبب الثلج وهذا الشيء كيبين باللي هما مازالين حيين وكيكونوا هاد القروده خطيرين بزاف والا داب الثلج غير على واحد فيهم غطرى شي كارثه في كاع الانظمه الحيويه اللي في القطب الشمالي وكنشوفوا محطه الابحاث الحيويه واللي انتشر فيها واحد الفيروس وهلك كلشي تما وكيبان لنا الدكتور بيتر واللي تا واحد ما فهم كيفاش نجا وكنلاحظوا باللي السلوكيات ديالو تبدلوا ما بقاش على طبيعته كان بعدو آلاف الكيلومترات وكنمشيو عند الدكتور آلان اللي ما عرفش داكشي اللي واقع في المحطة وكنشوفوه في واحد الاجتماع وطريقة هضرته عجبات الدكتورة سارة واللي ديما واقفة معاه وكتدعمو في أي حاجة حيت كتبغيه جاتو واحد المكالمة واللي خلاتو ما يبقاش مركز وملي جاوب علمو بداكشي اللي طاري في المحطة موراها جا عنده الضابط سيرجيو طلب منه يجي معاهم في حملة التطهير اللي غدار في المحطة وقال لي باللي غيشكلوا فريق حيت خاصهم يوقفوا الفيروس قبل ما ينتشر وهذا الفريق كان مكون من جوليا الطليقة ديال الدكتور آلان ودورين وسارة كنكتشفوا واحد الحاجة مهمة وهي أن بيتر كيكون خو آلان يعني آلان عنده جوج ديال المهمات المهمة الأولى هي يحمي خوه والمهمة الثانية يوقف الفيروس قبل ما ينتشر ركبوا في واحد الطيارة عسكرية ومشاو للمحطة تم استقبالهم الدكتور هيروشي وولدوا بالتبني دانييل واللي كيكون الرئيس ديال الأمن تما طلب منهم المدير ديال المحطة يردوا بالهم مزيان لأي حاجة كيديروها وكنشوفوا بيتر اللي مازال ما لقاوش ليه علاج وملي دخل عنده خوه هجم عليه ولا عليه دم كحل ولكن جوليا عتقاتو ودقات لبيتر واحد المنوم واللي في الفريق كلهم بقاو مصدومين حيت ما كانش كيسحب لهم هادشي خطير بحال هكا بداو في الفحص باش يعرفوا المصدر ديال الفيروس وحطوا احتمال باللي يمكن يكون هذا الفيروس بسبب القروده اللي كيديروا عليهم التجارب ولكن دانييل قال لهم باللي ما عندهمش القروده في المحطه وعمرهم استخدموهم في التجارب ما تيقوش حيت لقاو في المحطه الشعر ديال شي قرد وكيتزاد الفضول عند آلان واللي كيمشي للجثث ديال الدكاتره اللي كانوا مع بيتر في الوقت اللي انتشر فيه الفيروس جرحهم واحد الجرح اللي خفيف وتم شاف سائل كحل خارج منهم واللي كيكون نفس السائل اللي خرج من بيتر ديك اللحظه كلهم تصدموا وما كانوش عارفين شنو يديروا بقاو كيضغطوا على هيروشي حيت حسوا باللي هو مخبي شي حاجه ولكن هادشي كامل كان بلا نتيجه لقى آلان واحد الفيديو ديال بيتر قبل ما ينتشر الفيروس واللي كان كيتنبأ فيه بكاع هادشي اللي طاري وكيطلب من هذا اللي غيشوف الفيديو ما يبقاش في المحطه ويمشي في اسرع وقت موراها اكتشفوا باللي بيتر هرب من المحطات ديال التهويه وهما يطلقوا فيهم الغاز المضاد من بعد دخلوا لدوك الانابيب ديال التهويه باش يقلبوا عليه دورين وسيرجيو لقاو قفوصه ديال القروده وهذا الشيء كيأكد باللي بصح كانوا كيديروا التجارب على القروده واللي تسبب لهم بخلل وهذا الشيء اللي خلاهم متوحشين وهربوا واحد اللحظه هجم على دورين واحد القرد وكان غيعضها ولكن سيرجيو اعتقها وقتلو موراها كنشوفوا آلان لقى شي واحد ميت وايده مقطوعه رجعوا للمختبر وبداو كيبحثوا في داك الشيء اللي لقاو على الله وعسى يلقاو شي حل وسيرجيو استغل الفرصه ديال كلشي كان مشغول وبدا كيشفر في المعلومات السريه ديال المحطه خرج لبرا باش يصيفط للقائد ديالو وملي كان راجع شاف بزاف ديال القروده مجمدين وهنا كنعرفوا باللي هو الشخص اللي شفناه في الاول ديال الفيلم وملي رجع بدا كيلمح لهيروشي باللي اي حاجه كطرا هنا كيوصلها للقائد ديالو وقال لي باللي هو عارفو مخبي شي حاجه وخاصو يعترف ليه بها وبيتر كيكون كيتحرك في المحطه على راحته وكان هاز معاه ايد الراجل اللي لقاه آلان ميت كان كيحل الابواب ديال المحطه بديك اليد وكيعادي في العلماء بالفيروس في النهار الثاني تصابوا جوج ديال العمال وملي كانت دورين كتفحص في القرد اللي هجم عليها جات عندها واحد المصابه من دوك جوج العمال واللي كانت مازال ما سيطرش عليها الفيروس وراها كنشوفوا المصاب الثاني شدوه وكيكونوا كاع العمال مخلوعين وباغيين يمشيو في حالهم ولكن آلان قال لهم ما يمكنش حيت الا خرجوا من هنا غيكونوا السبب في وباء عالمي كنشوفوا ساره كتعتني بالناس اللي مصابين وواحد الواحد زاد عليه الحال وكان خاصو دواء ديال المورفين مشات ساره تجيبوا ليه من المخزن وتم هجم عليها بيتر ولكن ما اداهاش حيت هو عينو في جوليا وفي الجهه الاخرى كنشوفوا جوليا بالذكاء ديالها فهمت ان هيروشي كان كيستخدم شي فيروسات اللي خطيره وقدرات تفضح داكشي اللي كان كيحاول يدير وتما بدات كتحاول تفهم شنو وقع لبيتر ودورين كتكون مازال جالسه مع المصابه واللي كتقول ليها باللي المحطه كانت خدامه على واحد المشروع اللي كيدير ادويه كتاثر على الجينات البشريه قاد دورين كتسمع ليها حتى لواحد شويه وهي تبدا كتحول وهجمت عليها يلا بغات له عليها واحد السائل كحل ولكن دورين قدرت تهرب منها جوليا في الجهه الثانيه كتجرب اللقاحين اللي وصلت ليهم جربت اللقاح الاول على جوج ديال الفيران وهما يموتوا ملي جربت اللقاح الثاني هاد جوج ديال الفيران ما ماتوش ولكن ولاو بحال شي زومبي تصدموا بزاف حيت في كاع هاد السنين اللي خدموا عمرهم شافوا شي حاجه بحال هادي بقى آلان كيكالمي في المصابين وقال لهم باللي ما غاديش يتخلى عليهم وغادي يوصل لشي علاج وكنشوفوا واحد الواحد من العاملين اللي كيحاول يهرب باش يوصل للعالم التجارب الخطيره اللي كطرا في المحطه ولكن سيرجيو وقفوه وما خلاش يمشي حيت القائد ديالو ما بغاش يخرجوا شي تسريبات مشى آلان عند هيروشي وكان معصب بزاف تما قال ليه اليوم ما غاديش نتفاك معاك حتى تقول لي شنو اللي وصل خويا لهاد الحاله جاوبو هيروشي وقال لي باللي خوك هو اللي وافق ودخل في
في اللقاحات اللي حنا درناها، وهادشي كامل كان بخاطرو وما بزز عليه حتى واحد. بالليل كيبان هيروشي كيشوف البوم تصاور ديال جوليا، موراها حيد واحد العدسات من عيني وكنكتشفوا باللي هو ماشي من البشر. كنمشيو عند جوليا اللي جمع عليها بيتر ملي كانت كدوش وحط فيها داك السائل الكحل. النهار الثاني لقاها الان طايحه في الدوش وهو يفيقها. ملي فاقت ما قالتش ليه على بيتر حيت كان كيسحب ليها، كانت غير كتحلم. العدد ديال المصابين زاد بزاف، هادشي اللي خلاهم يكثروا في الحراسه ويقلوا في المساحات باش بيتر ما يبقاش لاقي راحته. تعرضت جوليا لتغيرات جينيه وانا عرفت باللي داز ليها الفيروس، وباللي داكشي اللي كان كيسحب ليها حلمات بيه كان بصح، ولكن ما كانتش غير بوحدها حيت حتى ساره ما قادراش تتحكم في ايدها. جوليا تاكدت باللي ماشي غير بوحدها اللي انتقلت لها العدوى، وكتكون دورين هي الامل الوحيد اللي باقي عندهم، واللي ما كانتش كتنعس من الابحاث اللي كدير على القرد اللي هجم عليها. وفي واحد اللحظه ما لقاتوش، بحال شي واحد خداه وما بغاش توصل لشي حاجه. قال لها سيرجيو باللي هو غادي يجيب لها قرد اخر، تاه معاه البلاصه اللي فيها القروده مجمدين، وقال لها باللي هو فايت ليه جا لهنا، وصيفط معلومات القادات ديالو حيت هما شاكين باللي هيروشي كيصنع شي عدوى. وراه كنشوفوا ساره اللي نجحت انها تختار واحد الانابيب واللي تقدر بهم تفرق بين اللي مصاب واللي ما مصابش. جربته جوليا على راسها بالتخبيه ولقات باللي هي ما مصاباش. الجهه الثانيه دورين كتحط خلايا الفيروس على الدم باش تعرف المستوى ديال النمو ديالو، وتصدمت ملي لقاتو كيكثر بالزربه. طلب منها سيرجيو ما تقول لحتى واحد على هاد التجربه، والان كيكون مازال كيضغط على هيروشي باش يعرف منه الحقيقه. قال لي هيروشي باللي لقى واحد الفيروس سميتو سيدرا، واعترف ليه باللي كان كيحاول يطور نبات الارز باش يولي شافي من كاع الامراض. وملي جربوا فشلت التجربه حيت كانت اكثر من 75% من المصابين. بداو حاله طوارئ وطلبوا من كل شيء يدير الاختبار، واللي مصاب غينقلوه لبلاصه اخرى. طلبت جوليا من ساره دير الاختبار حيت كانت شاكه فيها من الاول. دارت ساره الاختبار وصدق ما عندها والو، واللي كانوا خايفين منه طرا حيت الثلث ديال الموظفين مرض، وواحد الوحده تحولات وهجمات عليهم. وبدات غاده قاصده جوليا ولكن الان عتقها. وكنشوفوا ساره اللي واخا ما فيهاش الفيروس مقلقه، وهادشي حيت لقات راسها مريضه بالسرطان، وديك المخدرات اللي كتاخذ باش تكالما هي اللي كتخليها كتقفقف وما كتحكمش في راسها. في الجهه الاخرى جوليا كتعاود تختبر راسها ولقات باللي هي ما فيها والو. تما اكتشفت باللي الانابيب كيعطيو نتيجه غالطه، وعرفت باللي كاع الناس اللي تعزلوا ما فيهم والو، اما اللي ما تعزلوش هما اللي مرض. مشات كتجري ودوات مع الان باش تعلموا بهذا الشيء، ولكن الارسال خسر، وبدات كتحاول تطلع عندهم باش تحضرهم ولكن ما لقاتش كيفاش. اقترحوا عليها اللي معاها يسدوا الانابيب ديال التهويه ويضغطوا على هيروشي باش يطلقهم، ولكن هي ما بغاتش، وهذا الشيء اللي خلاهم يحبسوها بوحدها. ومورا الانفجار اللي وقع البارح ما بقاش عندهم امل انهم يتعاتقوا، واللي كانوا مع جوليا نفذوا الخطه ديالهم وسدوا الفتحات ديال التهويه. اكتشف هيروشي هذا الشيء ومشى يتفاوض معاهم حيت الا ما طلقوش ليهم الهواء غيموتوا في 6 ديال السوايع. هبط عندهم وكنشوفوا جوليا هاربه وتابعها واحد المتحول. بقات هاربه حتى عاتقتها وحده سميتها جين واللي كتكون ما مريضاش بالفيروس. تلاقات ساره حتى هي مع واحد الوحده واللي قالت ليها باللي هي فيها الفيروس. ملي دارت لها الاختبار بدوك الانابيب خرج العكس، خرج باللي هي ما مريضاش. مشات ساره كتجري عند الان وقالت ليه باللي الانابيب فيهم شي مشكل والنتائج كاملين اللي خرجوا راه غالطين. مشى هو وتكلف بكل شيء، بقى كيعالج في بيتر حتى فاق شي شويه. سولوا على شنو طرا ولكن ما كان عاقل على والو. ملي كان كيتفاوض هيروشي مع الناس بين الوجه الثاني ديالو وبدا كيقتل فيهم. موراها طلق عليهم واحد الواحد اللي متحول. اكتشف الدورين بزاف ديال الاكتشافات وقالتهم لسيرجيو، وهو غفلها وقتلها حيت ما خاص شي واحد من غيره يكون عارف هاد المعلومات. موراها لا عليها الفيران باش يبانوا هما اللي قتلوها، ومشى شاعل العافيه في القروده اللي كانوا مجمدين برا. من بعد صيفط رساله للقائد ديالو باللي هو موجود للاخلاء. اكتشف الان داكشي اللي طرا لدورين وتصدم بزاف، ولكن هيروشي عاود شاف الكاميرات وعرف باللي سيرجيو هو اللي دار هادشي. سيرجيو دار بحال ما واقع والو، بدا كيلمح لالان باللي دانيال هو اللي قتلها. مشى الان عند دانيال وسولو على شكون اللي قتل دورين، وباش يعرفوا الحقيقه دخلوا البيت ديال سيرجيو. تما اكتشفوا كاع المخططات ديالو، اكتشفوا باللي هو السبب في كاع داكشي اللي طرا، وشافوا حتى البلاصه اللي حدد باش يدير فيها الاخلاء. مشى دانيال لديك البلاصه ولكن غفلوا سيرجيو وضربوه من اللور. بقاو ضاربين حتى طاح دانيال. ملي كان غيهرب جا موراه وهجم عليه. وفي الجهه الاخرى الان كان غيحيد الاجهزه لخوه، ولكن شاف اشارات باللي مخه كيكون خدام غير في الليل، وهادشي اللي خلاه ما يحيدش ليه الاجهزه. وسيرجيو شي واحد جا وعتقو. اما جوليا بدات كتهلوس وكتشوف شي بنت صغيره. ملي قربت عندها اكتشفت باللي غير هي فاش كانت صغيره، وتخيلت بيتر جا عندها وقال لها ركزي في الهضره اللي قال لك هيروشي. وكنشوفوها لقات واحد الباب سري. فاق سيرجيو لقى راسو في دار واحد البنت سميتها انانا. شنقت عليه وما بغاتش تطلقو حتى تعرف كلشي على المحطه. وكنشوفو دانيال كيعترف لهيروشي باللي تخلص من سيرجيو، وهادشي اللي خلى هيروشي يتعصب وطلب منه يخرج يقلب عليه ويجيبو حيت خايف من الجيش اللي يتدخل. اكتشف الان وساره باللي الفيروس ما كينتشرش في درجه الحراره المنخفضه،
داو بيتر لواحد البيت بارد وحطوا عليه الثلج. في الجهه الاخرى سيرجيو حاول يهرب ولكن شاف دانيال جا عند انانا وهو هجم عليه. جات انانا وهداتو. هنا كنعرفوا باللي هي خوت دانيال. جوليا تزاد عليها الحال وولات كتشوف شي حوايج في الشكل، والان قال لساره باللي قرب يعالج خوه من الفيروس. جوليا تحولت وولاو عينيها بحال عينين هيروشي.